عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وسلامة وستر من عند الله. النهاردة بنصور لكم فيديو اللوتس الطرح الجديد. المنطقة دي من المناطق الكويسة والمميزة اللي فيها تقسيط وفيها تسهيلات وموقع استراتيجي كويس. هي بدروم أرضي وأربع أدوار وغرف سطح، شقتين في الدور. يمكن هي غير بيت الوطن وغير الأندلس وغير المناطق اللي قبل كده أرضي وثلاثة بس. هم نزلوها ارضي واربعه على اساس اسوه باللوتس القديمه اللي هي جنوبيه وشماليه. اللوتس الطرح الجديد القطاع الرابع دوت الموقع الاستراتيجي بتاعه مميز جدا، فاحنا هنصوره. لكن هي مفيش شركات كتير واخده فيه بصراحه، يعني بعض شركات، لان هي عدد القطع مش كتير. علشان كده دايما بننبه وننوه لو هناخد فيه نبقى عارفين احنا بناخد من مين بالظبط ومين التراست ومين الثقه. فتعالوا بينا نشوف موقعها على الطبيعه وتفصيلتها وازاي نخشها وايه اقرب حاجه ليها، بحيث ان احنا يوم الخميس انتوا عارفين بنصور لكم اللوكيشن والمواقع من على الطبيعه. هنصور لكم حاجات كتير بعد كده برضو ومناطق كتير، وان شاء الله ربنا يقدر الخير وتستفادوا بيها. يلا بينا علشان خاطر نبص عليها، ولا تنسوا الدعاء لاخي عبد الله بالرحمه والمغفره. اتفضل. انا هنا فين؟ انا هنا على شارع التسعين الجنوبي، اللي على يميننا ده كونكورد بلازا، المول معروف يعني وقديم. واللي على شمالنا هنا على 90 بنك مصر، وبعد كده عبد العزيز السلاب، وبعد كده هتقابلنا جامعة الفيوتشر. احنا رايحين نصور اللوتس الطرح الجديد ونعرف تميز الموقع. هي منطقة جديدة 200 وشوية قطعة أرضي وأربعة. موقع الاستراتيجي بتاعها كويس. يمكن قبل ما هي تتبني وتخلص هيكون الخدمات اللي فيها اوريدي قائمة، يعني لما يجي حد يسكن فيها هتكون الخدمات اوريدي قائمه حواليه. ده عبد العزيز السلاب واباني اللي على 90 الجنوبي. دي محطه المونوريل بتاعه الجامعه الامريكيه وجامعه الفيوتشر. ده كده المول بتاع تبارك اللي على ناصيه دخله المستثمرين اللي عند الجامعه الامريكيه. وراها بقى بالم هيلز، وراها الشارع للتامين، وراها اسكان الجامعه الامريكيه. المنطقه دي كلها منطقه كويسه جدا وتقدر تكمل بيها لحد ما تدخل برضو على الاندلس من ورا. دي في اكتر من دخل الاندلس. جامعه الفيوتشر اهيت. كل دي مولات تجاري. اللي بيميز اللوتس الجديده انها في القطاع الرابع. القطاع الرابع دوت كان معظمه تجاري فهم خدوا منه اجزاء بقى. قالوا هنعمل تقسيمه سكنيه، وقالوا هنعمل الجامعه الامريكيه اهيت اليافطه بتاعتها. قالوا هنعمل تقسيمه سكنيه، وقالوا هنعمل تقسيمه. ده بارك مول عامل جروب، المسجد اهو جديد لسه معمول. ده كده بدايه القطاع الرابع بالمناسبه. بس هم ما خلوش بقى كله تجاري، خلوا جزء تجاري وجزء سكني وجزء كومباوند. قسموها بالشكل دوت لان هي مفتوحه. ظهرت اللوتس هناك قوي كده، لو حد يبص على خريطه التجمع فالحته دي واسعه قوي يعني، عشان تعمل كلها تجاري هيبقى الموضوع كبير يعني. هو اللي على شمالنا ده القطاع الرابع، وقدامه على طول الجامعه الامريكيه. المفروض اللي احنا هنلف، وبعد ما نلف من قدام من عند اللوتس الجنوبيه والشماليه او الملف هناك، ونرجع تاني نلف من عند اللوتس الجنوبيه ونرجع تاني ندخل على اللوتس القطاع الرابع او اللوتس الطرح الجديد. طب هي فين من هنا برضه عشان تبقوا عارفين؟ لو بصينا طبعا ده المونوريل بتاعنا، ودي كلها مولات بتتعمل لان احنا اتفقنا انها مناطق تجاريه. هلاقي شارع حالا، معرفش هيظهر ولا لا الشارع دوت. هو ده الشارع اللي لما نلف هندخل منه على اللوتس الطرح الجديد اهو. الشارع ده، شايفين الشارع ده؟ هو ده الشارع اللي هندخل منه على اللوتس الطرح الجديد ونطلع على هناك مشرق. لو بصينا هنلاقي اللوتس الجديدة، آسف اللوتس الجنوبية اهيت. وده برضو مولات، كل دي مولات بتتعمل. واللي على يميننا ده سودك، واللي على يميننا ده سودك. دي اللوتس الجنوبية منطقة 10 وهكذا، في منطقة 9 في منطقة 7. هنلف هنعمل يوتيرن ونرجع ندخل من الشارع اللي احنا قلنا عليه. في خدمات بتتعمل زي بنزينة اهيت، دي لسه جديدة اهي بتتجدد وبتتعمل وبتخلص في منطقة اللوتس. فاحنا الموقع حلو،
الموقع الاستراتيجي ودخلتها حلو. يلا عشان نخش دخلتها ونشوفها مع بعض على الطبيعه. دي محطه المونوريل بتاعه اللوتس. طبعا لو كملنا في وشنا على طول نطلع على الاندلس 2 على 2 في وشها مفيده والقطاميه هاي. دي كده محطه المونوريل، لفيت انا خلاص. ودي كده اللوتس الجنوبيه اللي كنا شايفينها الناحيه الثانيه، وده سودك اللي احنا كنا بنصور منه الناحيه الثانيه حالا بعد ما لفينا. هو ادي البنزينه. خلاص احنا دلوقتي هندخل علشان خاطر نشوف امكانيه الدخول على الشارع اللي احنا صورناه لكم من بره حالا. اقول له داخله من بره على طول. نقدر نخش من هنا بالمناسبه، نقدر ندخل من هنا، لكن هنحتاج نلف لفه يعني. انا صورت فيديو قبل كده ودخلت من الشارع ده ما بين اللوتس الجنوبيه ديت ولفينا، بس انا عايز اخش دايركت على طول من الشارع. كل ده سودك طبعا، الفاصل على طول شارع ما بين سودك وما بين الجامعه الامريكيه. هندخل يمين المفروض من عند المولات ديت. دي الاشاره، ده التسعيني الجنوبي طبعا. الموقع الاستراتيجي بتاعها ابن لذينه، بس فيها عيب انها لسه ما اتسلمتش، لسه الجهاز بيعملها عشان يتسلم. طب العيب ده معناه ايه؟ معناه ان انا اخد حرص جدا 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 وانا بشتري هناك. ليه؟ لان مين الشركات اللي اشترت ببرنت، يعني الورق بتاعها برنت حجز وكود حجز، مش اختار تخصيص، مش محضر استلام. وبالتالي من الشركه الثقه اللي نشتري منها، لان لو فرضنا جدلا ان اتاخر التسليم لاي سبب من الاسباب، فالشركات الكبيره والتقيله او الشركات الملتزمه او المحترمه هتلتزم بكل النظام والتسعير زي شركات التزمت بالفعل حتى هذه اللحظه بحاجات باعوها في بيت الوطن وما غيروش وما عدلوش فيها، بعكس شركات تانية للاسف الشديد ممكن بكل بساطه لا تلتزم بالامر ده. ادي يا جماعه اللي في وشنا دي، هي دي منطقه اللوتس الطرح الجديد. هي دي شايفين لسه صحراء، لسه ما خلصتش. طيب ده الحد ايه؟ ده الحد الجنوبي بتاعها، هي الجزء ده. طيب الحد الشرقي بتاعها هو الشارع ده اهو، شايفين الشارع ده؟ ده الحد الشرقي بتاعها، ده الحد الشرقي بتاعها. هما 200 وشويه قطعه. ده صوره اهوت سيتي ايدج، المفروض ان هيبقى فيه هنا كومباوند. ده الحد الشمالي، للاسف لسه ما خلصتش. طيب لو لفينا، خلينا نلف ونشوفها عشان ما فيش فتحه داخله على طول. لو لفينا عشان نشوفها نقدر نمشي من الحد الشرقي فقط. دي اللوتس الجنوبيه 10 اللي في وشنا دي، ده كومباوند، يعني هي يفصلها عن اللوتس الجنوبيه كومباوند. وده مول اهو، شايفين لسه ما اتبنتش، لسه ما اتسلمتش، وفي مول اهوت وفي مسجد وفي حياه. تخيلوا المكان دوت ومستقبله هيبقى خدماته عايشه، لكن مشكلته ان هو اتصور ان هو مش هيتسلم قبل 2025، يعني ممكن اخر السنه دي او اول 2025. هو لو بداوا فيه تشغيل على طول وتجهيزات هيخلص على طول، لكن مش عارف ممكن يبداوا امتى. ده كده الحد الجنوبي زي ما قلت لكم، وده كده الحد الشمالي اهو. الحد الشمالي هو الشارع دوت في شغل وفي تجهيزات بتتعمل فيه. ده كده الحد الشرقي بتاعها، لو بصيتوا ده كده الحد الشرقي بتاعها اهوت. ده سيتي ايدج اهوت اليافطه، الحد الشرقي بتاعها. وهنخش على الحد الجنوبي، مفيش دخله تانية. لو بصينا انا جيت لحد ما الطريق اتسد معايا الجزء بتاع الوش ده ولفيت، مشيت في الحد الشرقي. هي ميزتها انها مستويه، فمش هتاخد وقت كبير في تجهيزها او تسليمها، لكن لم يتم البدء فيها لسه يعني. بس اعتقد لو بدأوا فيها بلوادر على طول وبكساحات وبشغل البنية التحتية وبحفارات، اعتقد ان هم لو بدأوا فيها ممكن ياخدوا فيها 6 شهور. ليه؟ لان هي مش مرتفعة ومنخفضة، ولان في حاجات محطوطة فيها يقدروا يسووها في بعضها، فالموضوع مش هيبقى متعب. لو بصينا شايفين احنا دلوقتي في الحد الشرقي وخلاص هنطلع على الحد الجنوبي. مولات بتخلص، يعني لسه الحته ما اتجهزتش نفسها ومولات بتخلص.
طيب السكن فيها، في ناس تقول لك وبتبيع، وده لازم تبقوا فاهمينه يا جماعه. في ناس يقول لك انا هسلمك كمان سنتين هنا او 3 سنين وهتسكن. لا، لازم المنطقه كلها تخلص. فاللوتس على قد ما موقعها مميز، على قد في مناطق هتسكن اسرع منها وموقعها اميز ورائعه، زي المنطقه التكميليه. الحي التكميلي في بيت الوطن يا جماعه من الاحياء الرائعه المميزه الممتازه اللي انا بشوفها. الحصان الاسود بتاع كل قطع الاراضي اللي ممكن تكون موجوده حاليا، وفيها شقق بتتباع بالقسط. السلام عليكم. دي ما اعرفش بقى شغل التجهيزات او الحاجات اللي بتعمل البلاك والطرق والكلام دوت، اللوادر، الحاجات اللي بيعملوها واخدينها في الجزء دوت يعني. anyway اللوكيشن ممتاز، هيخلص جنبه حياه. اول ما يخلص هيسكن 4 سنين. طب في حاجه هتسكن قبله؟ في مناطق هتسكن قبله. تكميلي هيسكن قبله، الحي السادس والثامن هيسكن قبله، النرجس ممكن يسكن قبله. ده الشارع اللي احنا جايين منه يا جماعه، من على 90 اهوت في وشنا، والمونوريل اهو. طيب وانا بشتري هنا دي كده على فكره تعتبر نهايتها من الحد الجنوبي. الجزء ده هي مش كبيره قوي، هي الجزء ده نهايتها خلاص خلصت، ويبدا هنا القطاع الرابع تجاري. هي مش كبيره قوي، عشان كده بقول لكم لو بداوا فيها شغل هتخلص على طول. فاهمين قصدي؟ لو بداوا فيها شغل هتخلص على طول. ادي مولات اهي، مولات اوريدي اتبنت او تجاريه او اداريه وات ايفر، المهم ان هي ممتازه. الحد الغربي بقى او البحري لسه مش هنصوره دلوقتي، هنصوره لما الدنيا تبدا تتمهد. تاني بقوله وبكرر يا جماعه، لو حد محتاج اي حاجه يشتريها او يعرف يشتريها ومعاه شركات عرض عليه او معاه اوراق قانونيه او معاه اي حاجه، يبعت لي على طول وانا اقول له جو اهيد ولا لا، كمل لا ما تكملش، ستوب او ما تستوبش، الشركه دي كويسه او ما اعرفهاش او لا بلاش منها. وضوح من غير لف ولا دوران. في النهايه انت هتستفاد من خبره حد موجود بقاله 18 او 20 سنه في القاهره الجديده، وفي نفس الوقت الحمد لله 5 أو 6 سنين عامل القناه ديت وبساعد الناس فيها، وكله يعرف حاجه زي كده. فعشان كده انا اكتر حاجه بتحزنني الفتره دي ان حد يتصل بيا يقول لي انا اتضحك عليا او اتنصب عليا، او يقول لي كلام مش منطقي، او يقول لي مشكله. بحزن والله العظيم لو حكيت لكم على حاجات ما بحبش احكي عليها على اليوتيوب، بس انا بكتفي ان انا اقعد انصح واحذر واقول خدوا بالكم. بس في الاخر ربنا سبحانه وتعالى هيجازينا يعني وربنا سبحانه وتعالى اعلم بالنوايا. وبالتالي نصيحتي ليكم سواء انا او غيري، حد ثقه وتراست محترم، اتعلموا واستفادوا منه. وما شاء الله في متابعين كتير شاطرين ومتفوقين وعندهم وعي، ودي الحاجه اللي بتفرحنا. لكن في بعض ناس غصب عنهم بتبقى في مشاكل، فانا بكلمهم وبحاول دايما انصحهم واقول لهم حاجه زي كده وبهاتي في فيديوهاتي. anyway ادينا طلعنا على 90، عرفتوا المنطقه، شفتوا جمالها. توفيق للجميع، دمتم بخير، وان شاء الله نحاول نسوي لكم الفتره الجايه مواقع واماكن مميزه انتظروها، هتكون مفاجاه. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.